السلام عليكم. هل في طريقة أقدر أرجع بها الفلوس اللي أنا بعتها عن طريق الخطأ عن طريق فودافون كاش أو اتصالات كاش ولا لا؟ وإزاي أحمي نفسي من أي حد نصاب أو بينصب عليا في فودافون كاش وما إلى ذلك؟ وهل انستا باي أفضل من فودافون كاش ولا فودافون كاش هي الأفضل من انستا باي والعكس؟ أول حاجة معانا انستا باي أفضل بكتير من فودافون كاش. ليه بقى؟ علشان سرعة الاستخدام والتسهيل، وفي نفس الوقت لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ما عليهاش اي عمولات لا على السحب ولا على الايداع. والحاجه الافضل فيها والمميز فيها انستا باي انه بيجيب لك الاسم مبدئيا، واول وتاني حرف من كل اسم بعد الاسم الاول والتاني، تعرف اذا كان الرقم ده فعلا صحيح والاسم ده صحيح قبل ما تبعت الفلوس ولا لا. فانستا باي هيكون افضل من فودافون كاش في النقطتين دول. تاني حاجه معانا ازاي ما يتنصبش عليك. لو حد دخل عندك او حد جه عندك عاوز يحول فودافون كاش وقال لك اكتب لي الرقم بتاعك عشان ابعت عليه فودافون كاش، خلي العميل هو اللي يكتب الرقم بنفسه سواء في الايداع او في الاستقبال، وفي نفس الوقت ما يروحش حته بعيده مش قدامك وانت ما شايفوش علشان ما يلعبش بطريقه محترفه في الرقم اللي هيبعت عليه او يستقبل عليه فلوس. ده بيحصل كتير. خليه هو يكتب الرقم بنفسه وفي نفس الوقت يكون قدام عينك. لو قال لك ما بعرفش اكتب قول له ما عنديش شحن وما تحولهوش وما تستقبلش منه فلوس، لانه ممكن بصوره كبيره يكون نصاب. ولو اي حد كلمك وقال لك انا بعت لك كود معين عشان هفتح لك نظام او هتكسب معانا فلوس او هتعمل كذا، بس بعت لي الكود اللي بعته لك على التليفون بتاعك، اياك ترسل الكود لشخص غريب كلمك من على التليفون بتاعك، علشان ده هيدخل على المحفظه بتاعتك وهيسحب كل الرصيد الموجود عندك في المحفظه من غير ما تحس. رقم ثلاثة وده الاهم، هل اقدر ارجع الفلوس اللي انا بعتها عن طريق الخطا فودافون كاش ولا لا؟ معاك طريقتين. اول طريقه، ممكن لو بعتها على رقم ما كانش عليه محفظه، خلال 3 ايام عمل رصيدك هيوصل لك تاني في المحفظه بتاعتك تلقائي من غير ادنى مجهود. الطريقه الثانيه بقى انه اللي انت بعته له يكون ابن حلال وتكلمه ويحول لك المبلغ اللي انت بعته له عن طريق الخطا. شير للفيديو ده علشان الفيديو ده مفيد. تحياتي ليكم، بحبكم في الله.